الوجبة الرسمية للبيوت المصرية أول يوم عيد الفطر، ربطة البصل اللي قدامكم دي مع الملوحة والفسيخ والرنجة والسردين، مزاجنجية الأكلة دي بقى اجمعوا حالا عشان يتكيفوا النهاردة موت. اطلع اطلع. هنبدأ بالفسيخ طبعا. دي فسيخية طبعا، عشاق الفسيخ المنظر ده بالنسبة لهم ممكن يبوظ لهم أعصابهم يعني. دي فسيخية مخلية. بصوا يا جماعة لحمة الفسيخ الناعمة، بص مزبده ازاي. بص طبعا ده لعشاق الفسيخ يعني ايه، منظر تقشعر له الابدان. لما احب ادلع اللقمه دي يا جماعه ادلعها بايه؟ طحينه بس؟ يعني مش طحينه وليمون مثلا؟ هو فين اللي كان بيديله البصل المره اللي فاتت؟ ما جاش النهارده. بصل اهو. تعالى اسمه صوت القرشه. الفسيخ دلع، وده اميز ما فيه بالنسبه لي انا. لو كان مش دلع كان ممكن ما يعجبنيش. دي المخليه. في عندهم هتلاقي فسيخ على بعضه وفي فسيخ مخلي، في ده وفي ده. دي الملوحه. الملوحه هتلاقي عندهم كذا حجم، في كبير في وسط في بتاع. دي هتلاقيها وسط شويه. لحمه الملوحه يا جماعه دي سمكه، دي بالمناسبه اسمها سمكه رايه. ده الملوحه البلدي اللي بيسموها كلابي. عارفين السمكه بتاعتها بقها كده شبه الكلب فبيسموها كلابي. تعالى يا احمد. بتهيألي برضو الطحينه يعني مش هنعمل فيها ايه دي. الملوحه دي البلدي الاسواني اللي هي بتاعت الفراعنه، بيقولوا عليها هناك بتاعت الفراعنه. ليه الفراعنه؟ ان كانوا الفراعنه بيستخرجوها من بحيره ناصر، وكانت الوسيله الوحيده ان هم يقعدوا فتره كبيره قوي ياكلوا من السمك ان هم يخللوه، فبقت اكله الفراعنه. ولو سمحتوا اتفرجوا على البلاتو بتاع احمد امين في حلقه اسمها حلقه الفسيخ، هتعجبكم جدا. تعالى على الرنجه. الرنجه دي بقى حبيبه قلبي دي. بص بطنها مليانه ازاي. دي هتلاقي البطارخ بتاعتها مرمله. يما يما على البطروخ، يما على البطروخ، اللهم صل على النبي. دي الرنجه الهولندي. بص هتلاقوا في منها بطارخ. يما على البطروخ يما. طب انا مش قادر. متعه ما بعدها متعه. انتوا البطروخ طالع من السمكه. بص بقى، اولا اللي هتلاقي الهولندي يفرق ايه عن النرويجي والاصناف التانية. هتلاقي لحمتها اولا الشوك قليل، اللحمه نفسها فاتحه، هتلاقيها ملحمه يعني. بص هتلاقيها مليانه لحمه يعني. حلو كده. دي البطارخ المرمله اللي فيها بطارخ مرمله. دي بص لو دوست على بطن السمكه، انا كانت امي زمان تقول لي بدوس على بطن السمكه لو لقيتها حامل دي يعني ناشف كده، بطنها ناشفه، يبقى البطروخ مرمل. دي هتلاقي بطارخها ناعمه. دي نفسها هي السمكيه. طب ايه، عايز اوصل للبطروخ ده. البطروخ قدام قوي اهي، او البطروخ اهو. ده البطروخ الناعم. ده البطروخ الناعم الطري. انا طبعا بحب المرمل يعني. خليني بقى ناكل. انا هاكل من دي الحقيقه لان دي المخليه بقى. طبعا برضو عندهم الرنجه اللي على بعض، المخليه المقطعه، الاصناف. في بقى تنويع لكل حاجه. يما على اللحمه، يما على تعالى لحمه ونعومه اللحمه وبياض اللحمه. يا جماعه انا راجل الرنجه بالنسبه بص برضه هتروحوا الطحينه بنت اللذينه دي. الطحينه طبعا بالمناسبه الطحينه دي طحينه دلعه. الطحينه اللي بتتاكل مع الفسيخ والرنجه بتبقى طحينه دلعه مش محطوط عليها. لون اللحمه وطراوه اللحمه بتاعت الرنجه تحفه. اللهم صل على النبي.
عندهم بقى الرنجة على بعضها او رنجة مخلية او الرنجة الهولندي المغلفة اللي هي بتبقى كل واحدة مغلفة لوحدها يعني. ما دام خدنا الرنجة يبقى نروح للبرنس بقى. دي بطارخ الرنجة يا جماعة. انا في البيت يعني احنا بنجيب الرنجة البطارخ تخلص الاول وبعد كده نبدأ بقى نتكلم في الرنجة. بس البطروخ بصوا ترميلة، لا تعالى يا احمد، تعالى ترميلة البطارخ. انتوا بالمناسبة انتوا اكيد عارفين البطارخ دي هي ايه. ده ولاد السمكة يعني. ده كان المفروض السمك هتبخه في المية، كل حباية من ده هيبقى سمكة. فانتوا متخيلين لما تبقى ده السمكة او البذرة بتاعت السمكة، متخيلين الغذاء اللي فيها بيبقى عامل ازاي. نعمل ايه بقى؟ دي بقى عايزين ندلعها. يا لهوي لونه ابن لذينه، بص اصفر كهرماني شكله منور. نحط لها ايه بقى؟ عايز نحط لها حته حاجه كده خضره. ماشي، دلع سيكه دلع كده. ايه طحينه برضه ملهاش حل يعني. تعالى يا احمد. بطارخ الرنجة ممتعة. بحبها حياتها. بقى السردين بقى يحبوا المنظر ده جدا. احنا يا جماعة السردين في حياتنا في ناس بالنسبة لها تعالى، في ناس بالنسبة لها السردين في ناس بالنسبة لها السردين ده مزاج المزاج يعني. اوف اهو. ده بحر احمر، ده بيجي من البحر الاحمر. والسردين انتوا عارفين بيبقوا ملوحته زايده شويه او يعني ازيد شويه من تعالى يا احمد، تعالى يا احمد. الاكله دي لازم يتاكل جنبها تقطن عيش. اولا ملوحتها ازيد سنه من الرنجه طبعا. تمام. السردين ليه طعم، ليه ريحه، ليه يعني اللي بيحب السردين بيحبه يعني. تعرف منين السردينه الحلوه؟ اولا تلاقيها ماسكه نفسها، مش تضغط عليها، تلاقيها بتبقى صبحه يعني، وبتبقى مبرومه وملفوفه. تعالى يا احمد. ده الكافيار. ده بقى اللي بيفهم في الكافيار واللي عارف الكافيار يعرف القيمه الغذائيه اللي في الكافيار. ده كافيار روسي وده فرنساوي. الروسي بيطلع من سمكه السلمون، والفرنساوي بيطلع من سمك اللي هو الاسود ده، بيطلع من سمكه اسمها الحنش. ده بيتاكل ده بيتباع بالجرام بالمناسبه. وده بقى الرقه بقى كلها. تعالى يا احمد. طبعا يعني ايه اللي عارفين القيمه الغذائيه للكافيار ده هيبقوا مقدرين ده جدا. هو طعمه غريب شويه، بس هو البطل فيه قيمته الغذائيه. ده اللي بيخلي الواحد ينور صح؟ دي بقى الكافيار البلدي اللي بيقولوا عليه كافيار البلدي، اللي هو بيبقى بطارخ البوري ومتقطع طرنشات كده، وده هنا معمول بالزبده. يعني ده كده مفروم بالزبده. طب ايه؟ انا كنت عايز اغمسهم في بعض. ايوه بقى كافيار بكافيار. بسم الله. تقيل جدا. ده برضو للي عارفين بس قيمه الكافيار ده في الجسم عامله ازاي. دي الخلول بقى. دي الناس اللي بتحب ايه تتسلى، دول هيقعدوا في العيد يتسلوا بدل ما يتسلوا في اللب والسوداني، يتسلوا في ام الخلول. بصوا يا جماعه، انا في فسخاني المختار 1954 في مجال الفسيخ. عندهم 8 فروع. انا في فرع دار السلام شارع احمد زكي. عاملين طبعا ما شاء الله عشان العيد يعني كل سنه طيبين. وبالمناسبه عندهم بقى الافتكاسات. خدوا بقى الفسيخ والرنجه وراحوا بيها بقى في الباستا، وباستا ماك اند تشيز وميكس سي فود وحاجات كده عندهم. هتلاقوها في المنيو يعني. لو دخلتوا حاطين لكم الفروع والبيج وكل حاجه بتاعتهم في الكومنتات. كل سنه وانتم طيبين. كلوا رنجه وكلوا فسيخ وكلوا وجيبوا ترمس واتبسطوا وكلوا كحك. كل سنه وحضراتكم طيبين. ربنا يعيد عليكم الايام الجميله دي بكل خير وصحه وسعاده.
وخدوا من نصائح كلموا فسيخ فسخاني المختار هتتبسطوا يعني. يلا كان معاكم مصطفى محمود وماذا جنجي. احمد هعمل ايه بعد ما نوقف التصوير يا احمد؟ تاكل فسيخ طبعا. انت كداب يا احمد. هاكل بطارخ يا احمد. يلا سلام سلام.